السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله كي تلحقكم لا فيديو نتاعي تلقاكم في احسن حالاتكم يا رب. جيتكم اليوم وجبت لكم وصفه تاع بوراك، تقدروا ديروها في المناسبات، تقدروا ديروها كمشروع. كيما على بالنا كاين بزاف نساء ماكثات في البيت يحبوا يخدموا حاجات ويسوقوهم. كيما هاد البوراك تقدروا تسوقوه لي فاست فود، لي ريستورون، كاينين بزاف هكا يشرو على النساء يوجدوهم لهم في الدار ويدوهم لهم، بعد هما يقلوهم في الحانوت. واش نحتاجو في الوصفه نتاعنا تاع اليوم؟ عندي هنايا كيلو تاع بولي اشي. في الكيلو تاع البولي اشي نتاعنا نحتاجو ما بين كيلو و300 حتى الكيلو 500 تاع بصل. نحتاجو تاني كيلو ورطل تاع البطاطا، نحتاجو الزيت، نحتاجو الملح، ونحتاجو فلفل الكحل. انا لي زيبيس هنايا استعملت غير فلفل الكحل. تحب تزيد الزنجبيل، تحب تزيد توابل الدجاج، كل وحده والتابل اللي تحبه. نجي هنايا ندير البصل نتاعي في اشوار، نبدا نرحي فيه بشويه. انا نفضل انكم ما ترحوش تيوليما، نسيو كيما نقولون ندقدقوه برك، ما نرحوش تيولي سائل. هايلك بعد ما كملت رحيت البصل نتاعي. كاين بزاف هاد البصل اللي يجيهم بلي كميه كبيره، نقولكم بالعكس البوراك يحب كميه مليحه تاع البصل باش لافاس نتاعنا جينا بنينه. جربوه واكيد راح يعجبكم. البصل نتاعنا كنت زدت له ما يقارب فنجال تاع الزيت، ما نكتروش بزاف الزيت لانه البولي اشي نتاعنا حيطلق لنا تاني كليدان. درت كميه تاع فلفل الكحل وملعقه كبيره تاع اكل تاع ملح. جبت هنايا البطاطا نتاعي درتها في كسرونه، زدت لها الملح والماء ونغطي عليها ونشعل عليها الماء نخليها تطيب. هنا البصل نتاعي كنت خطره على خطره نجي نحركه باش ما يلصقش. كي شفتو تكراميليزا زدت له البولي اشي نتاعي. هاي اللي كيما راكم تشوفوا نخلط المقادير نتاعي كامل مع بعض ونخليهم على نار هادئه، خطره على خطره نحركهم. هايلك بعد ما طاب البولي اشي نتاعي واش نجي ندير هنايا؟ عندي خطوه جد مهمه. نحكم باسينه ندير داخلها كسكاس، نفرغ كامل البولي اشي نتاعي هكاك وهو سخون باش يطلق لي كامل هذاك ليدام والماء اللي يكون فيه. هاد الخطوه جد مهمه. لو كان ما نديروش هكا كي تكون عندنا كميه كبيره، كي يكون عندنا شويه دجاج نقدروا ما نديروش هاد الخطوه، بصح كي تكون عندنا كميه مليحه تاع الدجاج لازم نديروها تقطر، نخلوها هكا في الكسكس حتى هذاك البولي نتاعنا يبرد مليح. وخطر على خطره هكا نجي بالمغرفه نضغط عليه باش يطلق كامل الماء اللي يكون فيه. وعلاش؟ باش الورقه تاع الديول نتاعي ما تشمخش. الا شمخت الورقه تاع الديول نتاعنا البوراك نتاعنا عفوا ما راحش يجينا مقرمش، يجينا كليماسي. دقيقه اللي تقليهم فيه يجي كليماسي، ما تجيش فيه كامل هذيك القرمشه. اما الخطوه اننا نقطروا الدجاج جد مهمه. جيت هنايا كيما راكم تشوفوا راني نرحي ثاني في البطاطا نتاعي. انا راني نرحي في البطاطا نتاعي بهذا الرحيوه اليدويه، واللي حبت تستعمل الباطر ولا اشوار تبقى هنايا مساله اختياريه. نرحي البطاطا نتاعي والدجاج نتاعي راني خليته في الكسكاس كي يبردوا. هاوليك بعد ما برد الدجاج نتاعي والبطاطا خلطتهم مع بعضهم. جبت 200 غرام تاع الزيتون قطعته لقطع صغيره، زدت نص ربطه تاع المعدنوس وكميه مليحه تاع الفرماج. كيما على بالكم البوراك يحب بزاف الفرماج، قد ما نديرو الفرماج راح يجينا مليح. وثاني كنشوفوا النوعيه اللي تكون بنينه. نخلطوا المقادير تاعنا مع بعض. هنايا جيت نقول لكم اللي حبت ديروا كمشروع ما تروحش تشري بالساشي عند السوبيرات، روحوا عند الكروسيست وشرو هكا باكيات تجي فيهم 10 تاع ساشيات هكذا باش تخرجوا فيها. هنايا جبت كميه تاع الفارينه، نزيد لها شويه الماء بالتدريج ونخلط باش نخدمو غراء غذائي باش نلصق البوراك نتاعي. هاي لك هنا جيت نشكل البوراك معاكم. نحكم الورقه تاع الديول، ندير شويه لافارس، في الاخر ندير كميه تاع الغراء ونغلق. هاوليك بعد ما كملت شكلت كامل البوراك نتاعي. خرج لي 70 حبه. انا هاد البوراك راني دايرته كمشروع. اللي حبت تعتمدوا هي ثانيك نقول لها اتكلي على ربي وبداي تخدمي وتسوقي من البيت، تفهمي مع حوانت يدوا عليك كل يوم توجدي لهم تديو لهم هكا خطر وهما يقلوه عندهم. البوراك ما نقلوهش ونبيعوه
لانه يحب ينتكل كيما نقولوا فريشك، ماشي حاجه اللي تحطيها. البوراك كي يبطى بزاف هذوك الديول نتاعنا حيولوا ماسيين، صافي نبيعوه هكذا خضر وهما يقلوه ويبيعوه، يقلوه بشويه هما ثانيك. هاوليك حبيت نوري لكم البوراك نتاعنا مقلي. نقول لكم وصلت لافين تاع الفيديو نتاعي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. الى اللقاء في فيديو جديد.